الراجل الخواجة ده يا جماعة معاه الجهاز ده بيقول ان في كنز في المكان ده. الغريب بقى ان الكنز ده مش محطوط على الارض ده ملزوق في الحيطة. بص بقى هيوصل له ازاي. جاب الشاكوش بتاعه وقعد يكسر يكسر يكسر. على فكرة هي موضوع حلو ان الواحد لما يوصل لحاجة زي كده يجيب كاميرا ويفضل بقى يصور وينشرها للناس علشان الناس تبقى واخدة بالها. بس الجهاز ده عامة مبيبقاش مع اي حد، مع الناس اللي هي متخصصة بس، علشان ما تفضلش تدور عليه ومش هتلاقيه في الاخر. المهم خلينا نتفرج في الفيديو ده عمال يكسر يكسر يكسر. غريب وعجيب اللي هيلاقيه. يعني انا بصراحة اتفرجت على الفيديو ده واستغربت جدا. هو لقى ايه جوه ايه غريب. تعالى نتفرج. قعد يكسر زي ما احنا شايفين كده ويدغدغ في الحيطة. بص بقى يا معلم هيوصل لايه اهو. ركزت ولا ما ركزتش؟ شايف ولا مش شايف؟ بص يا برنس، لقى حاجة شبه الكورة كده. استنى لما يطلعها. دغدغ دغدغ دغدغ. طلع 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 الراتش اللي ملوش لازمة ده. هات لنا بقى الكورة اللي في ايده دي. ايوه هي دي يا معلم اهي. شايفينها؟ هيطلعها دلوقتي حالا. يلا يا برنس فرجنا ايه اللي موجود جوه في قلب الكورة الغريبة العجيبة دي. طلع الكورة اهي. اتفرج يا برنس كده وقول لي ايه رأيك. حاجة جميلة لما يكون الواحد بيوصل لحاجة زي كده وبيفضل يصور نفسه ويصور المهرجانات اللي بيوصل لها دي. المهم ما علينا، خلينا نتابع الفيديو. قاعد يفتح في الكورة. بصوا يا جماعة تحس ان هي جلد بلاستيك، يعني حاجة غريبة. يعني لو واحد لو ماشي في الشارع ولقاها عادي كده ممكن ما ياخدش باله منها. امال بص الناس دي بقى علشان فاهمه وعارفه ايه اللي موجود وايه اللي مش موجود فوصل ليه. بص حته الدهب دي بقى لما يطلعها مكتوب عليها ايه. شيء غريب. تحس ان هم من ايام الفراعنه الحاجات دي باين ولا ايه. بص كده وركز. غريب. بص يا جماعه حته الدهب باينه ازاي. ايه ده؟ دي بتاع ربع كيلو دهب او نص كيلو دهب. رزقك يا ابن الجنيه. حلال عليك. حلال عليك